عارف بصراحه ازاي في ناس لسه متابعاني وما بتعرفش تعمل قهوه؟ كنكتك الجميله نص معلقه من البن البرازيلي اللي مراته قليله جدا وفي نفس الوقت الكريمه بتاعته عاليه قوي، فينفع معانا في قلب الخلطه اللي احنا هنستخدمها. هناخد نص معلقه كمان من الهند الارابيكا اللي المزازه فيه تكاد تكون متوسطه وفي نفس الوقت المراره فيه مش عاليه قوي، بس طعم الشوكليت كده فيه اللي باين قوي في درجات الوسط بتاعته، فاخد نص معلقه. اروح لملك الكافيين هاخد نص معلقه من الكولومبي اللي كافيينه عالي وفي نفس الوقت الطعم بتاعه مزز شويه، فبيمشي صراحه مع الخلطات ديت بالذات مع ميكس البرازيلي كده تحفه. هنا طبعا مش هنعمل الخلطه كلها ارابيكا، هنروح بقى الروبيستا عشان نعلي من نسبه الكافيين كده ونعلي القوام والوش. هناخد ربع معلقه من الهند الروبيستا على ربع معلقه من الاندونيسي، كده احنا خدنا مقدار معلقتين من القهوه بخلطه واحده. انت ممكن تجيب الكلام ده كله، مش لازم تجيب الخمس انواع. هنستخدم التلج علشان القهوه تفضل مده طويله على النار، واساسي في اي قهوه لازم تستوي كويس. القهوه لو استوت كويس هتديك ناتج كويس، وصدقني ما تزعلش لما تستناها كتير لان الحاجه الوحيده اللي بتقدرك لما تستناها. كمل كنكتك ميه وابدا قفلها بايدك كويس، ورج يا صاحبي رج على قد ما تقدر عشان يحصل تمكس بين البن والميه، فالقهوه تستوي كويس جدا. واعتبرها حياتك اللي انت عمال تعك فيها على النار تكاد تكون مطفيه، وابدا نزل قهوتك وصدقني ريحتها دي كفايه. ريحتها يا جدعان تحفه بجد. الخلطه طلعت بيرفكت ما فيهاش غلطه، قوامها حلو جدا، الكافيين بتاعها عالي جدا، الخلطه متماسكه كلها ببعضيها، وبجد لازم تجربوها. وما تنساش انا على فوق ده بقدم لك محتوى عن القهوه، بعرفك كل حاجه تخص القهوه، من خلطات، من قهوه ازاي تعمل قهوه كويسه، قهوه فليفر، ايا كان نوع القهوه